بسم الله تلاميذنا، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. إذا اليوم إن شاء الله مع التمرين الرابع في الموضوع الثاني وهو حول الدول. إذا هذا التمرين في البداية عندنا دالة إي مساعدة إي لتي عادي يجي لي إكس إي لتي، المهم دالة وخلاص، معرفة على المجال من صفر لزائد ما لا نهاية بهذه العبارة. السؤال الأول قلنا عين اتجاه تغير الدالة إي، يعني أدرس اتجاه تغير الدالة إي. صح، راح نحسب المشتقة تاعها. 3 في الجداء تبقى 3 بالنسبة للاشتقاق. إذا ألان واحد زائد تي قلنا ديما المشتقة تاعها ألان مركبة، إذا ما بداخل الألان تكتب في المقام، الاشتقاق تاعو في البسط. صح، ناقص مشتقة هذه الدالة، هذه دالة كسرية قسم الدالتين، إذا مشتقة البسط مشتقة تي هي 1 مضروبة في 1 زائد تي، إذا 1 زائد تي، ناقص مشتقة المقام هي 1 مضروبة في تي، إذا ناقص تي على 1 زائد تي الكل مربع. صح، هنا تي ناقص تي راح يروحوا مع بعضهم، إذا راح تبقى لنا ناقص 1 على 1 زائد تي الكل مربع. صح، شوف هنا هنا عندك في البسط عندك 3 في 1 3، في المقام عندك 1 زائد تي، وهنا عندك 1 زائد تي لكل مربع، إذا لازم 1 زائد تي هذه تتضرب في 1 زائد تي، إذا نضربوها في 1 زائد تي قسموها على 1 زائد تي تولي 1 زائد تي لكل مربع، عندنا ناقص 1. صح، وش تساوي 3 في تي، إذا 3 تي، 3 في الواحد 3 ناقص 1، إذا النتيجة زائد 2 على 1 زائد تي الكل مربع. صح، الهدف هو دراسة إشارة هذه العبارة. ما تنساش بلي تي راه ينتمي من صفر لزائد ما لا نهاية، معناتها موجب، المقام راه موجب، تي موجب مضروب في 3 موجب تزيد له 2 موجب، إذا كل شيء راه موجب. نستنتج ماذا؟ نستنتج منه الدالة هذه إي متزايدة تماما على المجال اللي عطاه لنا اللي هو من صفر لزائد ما لا نهاية. صح، هنا كاين سؤال راح نحتاجوه في الأسئلة القادمة ما قالناش عليه، بطبيعة الحال انت كيفاش راح تعرف السؤال هذا كي توصل له راح تحتاجه، اللي هو إشارة الدالة هذه. ومبدئيا ديما كي يعطينا دالة مساعدة معناتها راح نحتاجو إشارتها، ما قلناش عليه. أنا علاش درتو هنا لأنه برك على بالي بلي راح نحتاجوه من بعد، انت ماكش مطالب به إذا ما تكتبوش باختصار شديد. صح، اللي هو إشارة الدالة اللي هو إشارة الدالة إي. صح، إشارة الدالة إي كيفاش نقدروا نجيبوه؟ ديما نقدروا نجيبوها من خلال ماذا؟ من خلال جدول التغيرات نتاعها، خاصة وأن الدالة هذه راها رتيبة. صح، مجال التعريف قال لنا من صفر للزايد ما لا نهاية. شوف، الدالة متزايدة، في الحقيقة الدالة هذه معرفة عند صفر، هو صح فتح عند الصفر لسبب معين، لأنه من بعد الدالة قادرة تكون غير معرفة عند الصفر فقط، ولكن هذه الدالة معرفة عند الصفر، وبالتالي نحب نحسب نهايتها عند الصفر فقط نعوض بصفر، ما كان حتى مشكل، ما راح تلقى حتى مشكل. 1 زائد صفر 1، ألن 1 صفر، صفر في 3 صفر، ناقص صفر على عدد صفر، إذا صورة صفر هي صفر. لاحظ هذه الدالة راها موجبة لأنه أقل قيمة بالنسبة لها هي صفر، إذا من أجل كل تي ينتمي للمجال من صفر لزايد ما لا نهاية، عندنا إي لتي وش بيها راها أكبر تماما من الصفر. إذا نذكر لي الملاحظة هذه كي نحتاجوها بعد راح نضيفوها. صح، عرفنا الدالة الآن اف. شوف الدالة اف كيفاش معرفة، اف لإكس تساوي إكس أس 3 في ألان إكس زائد 1 أو 1 زائد إكس نفسها ناقص ألان إكس. هذه إذا كان إكس ينتمي للمجال من صفر مفتوح للواحد. علاش هكذا؟ لأنه الألان إكس ما تقدرش تعرفها عند الصفر، وعطانا شوف لحد الآن بهذا الشكل اللي عطاه لنا الدالة غير معرفة عند الصفر، ما تقدرش تعوض بصفر ما ديما كاين الألان. بصح هو عطاك صورة صفر معطى من عنده اف لصفر تساوي صفر. السؤال الأول قال لنا بين أن الدالة اف قابلة للاشتقاق على يمين الصفر. إذا هذا سؤال قابل للاشتقاق ما مرش علينا من قبل، دروك نشوفوا كيفاش راح نجاوب عليه. إذا اف قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على يمين الصفر، على يمين الصفر، لأن شوف
رايحين نحسبوا النهاية اللي مارفين ندرسوا بها قابلية الاشتقاق، اللي هي نهاية كاينة تاع اش كاينة تاع اف لإكس. نقدر نخدم باللي تحب، نخدموا مثلا باف لإكس ناقص، حندرس قابلية الاشتقاق عند صفر، إذا اف لإكس ناقص صفر على إكس ناقص صفر لما إكس يؤول إلى صفر. وش يقصد على اليمين؟ معناتها إكس يؤول إلى صفر قيم أكبر. دائما كلمة على اليمين معناتها يؤول بقيم أكبر، على اليسار بقيم أصغر. إذا في الحقيقة اف لصفر هي صفر، صفر في المقام ما تكتبش. إذا في الحقيقة اف لإكس برك وراح تقسمها على إكس. لما إكس إلى ماذا يؤول؟ لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر. إذا عبارة الدالة اف هذه وراح تقسمها على إكس، يعني إكس أس 3 تتقسم على إكس برك، وبالتالي تبقى لك إكس مربع مضروبة في القوس هذاك. إذا إكس مربع في ألان إكس زائد واحد ناقص ألان إكس لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر. شوف صفر الآن كي تربعوا النتيجة صفر، ألان واحد صفر، ألان صفر وشحال؟ نهاية الألان عند صفر هي ناقص ما لا نهاية. إذا القوس هذا ناقص ما لا نهاية في ناقص زايد ما لا نهاية، إذا القوس هذا راح يمد لنا زايد ما لا نهاية ومضروبة في الناقص مضروبة في الصفر اللي كاينة برا، وبالتالي حالة عدم تعيين. إذا واش ندير باش نحيها؟ صفر في الما لا نهاية، اتفقنا دائما ننشر فقط. إذا ننشر، إذا راح تولي لي إكس مربع في ألان إكس زايد واحد ناقص إكس مربع ألان إكس لما إكس يؤول إلى صفر. صح، شوف مليح، بالنسبة لهذه ما فيهاش أي إشكال، لأنه صفر مربع صفر، ألان صفر زائد واحد ألان واحد صفر، صفر في صفر النتيجة تساوي صفر. إذا الإشكال قادر يصرى لي هنا، وهذه ما تنساش باللي هي نهاية شهيرة. علاش؟ لأن نهاية إكس مربع ألان إكس لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر، هذه من النهايات الشهيرة تاع الألان وذكرنا بها وتساوي الصفر. إذا نهاية تاع العدد المشتق هذه تساوي صفر. ما معناه؟ معناه أن اف قابلة للاشتقاق على يمين صفر لأنه كتبناه. إذا متى تكون قابلة للاشتقاق؟ إذا كان حسبنا هذا النهاية ولقيناها عدد راح نقوله قابلة للاشتقاق، إذا كان لقيناها ما لا نهاية راح نقوله غير قابلة للاشتقاق. الآن التحقق قال لنا تحقق بلي من أجل كل إكس ينتمي من صفر لواحد راح تكون اف فتحة لإكس تساوي إكس مربع مضروبة في إي لواحد على إكس. إذا واش ندير أنا؟ نحسب المشتقة برك تاع الدالة اف ونوصل لهذه النتيجة في الأخير. إذا باء المشتقة، إذا نعطي لي النتيجة فقط نثبتو مليح في الحسابات. إذا ليكون إكس ينتمي للمجال من صفر لواحد. صح، رايحين نحسبوا اف فتحة لإكس. اف فتحة لإكس الدالة هذه ركز معنا مليح، الدالة هذه هي جداء دالتين، وبالتالي المشتقة الأولى في الثانية زائد المشتقة الثانية في الأولى. صح، إكس أس 3 وش هي الاشتقاق تاعها؟ نهبط لها الأس نقص الواحد تولي 3 إكس مربع مضروبة في هذا القوس اللي هو ألان إكس زائد واحد ناقص ألان إكس. كيفاش نقدر نكتبها؟ ألان ناقص ألان نقدر نكتبها ألان قسمة، نقدر نكتبها ألان إكس زائد واحد على إكس. إذا هذه وش هي؟ هذه مشتقة الأولى مضروبة في الثانية، والثانية غيرنا فيها قليلا. صح، دروكا المشتقة الثانية راح تضرب في الأولى، نكتبوا الأولى إذا زايد 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 مشتقة الثانية تضرب في الأولى. الأولى خليناها كما راها، نروحوا نشتقوا الثانية. الثانية وش هي؟ ألان إكس زايد واحد وش هو الاشتقاق تاعها؟ قبل قليل قلنا واحد على إكس زايد واحد. واش راح تنقص منها؟ راح تنقص منها مشتقة الألان. مشتقة الألان وش هي؟ هي واحد على إكس. شوف مليح، لو كان تركز مع النتيجة راه خرج هو إكس مربع كعامل مشترك. إذا احنا عندنا هذه فيها إكس مربع وهذه أيضا فيها إكس مربع. نجرب نشوف هل نقدر نخرج عامل مشترك. نعم، إذا خرجنا عامل مشترك راح تبقى لي 3 مضروبة في ألان إكس زايد واحد على إكس. صح، خرجنا إكس مربع عامل مشترك بقى 3 في القوس. صح، إكس أس 3 كي نخرج عامل مشترك راح نخرج عامل مشترك إكس مربع، سما واش تبقى منها إكس. صح، نروح للمحاولات. عندي أنا واحد على إكس زايد واحد راح نقص منها ماذا؟ راح نقص منها واحد على إكس،
واش نقدر ندير هنا؟ نقدر نوحد المقامات، يعني كل وحده نضربها في المقام تاع الاخرى. هذه تضربها في اكس الفوق والتحت، هذه تضربها في اكس زائد واحد الفوق والتحت. اذا المقام راح يولي لي اكس زائد واحد مضروبه في اكس. صح. في البسط واش عندك؟ عندك اكس ناقص اكس يروح مع بعضهم ناقص واحد، اذا تبقى لك ناقص واحد. ما تنساش باللي هذه راك راح تضربها في اكس، راك ضربها في اكس للبرا لانه بقات اكس، اذا هذه تضربها في اكس واش يصرى؟ تروح اكس مع اكس. اذا زايد هذه مع الناقص الموجوده في الفرق هذيك واش راح تولي لي؟ راح تولي لي ناقص. اذا ناقص واحد على اكس زائد واحد. شوف الان هذه هل تساوي اي لي واحد على اكس؟ لانه هو قال لي تخرج اكس مربع في اي لي واحد على اكس. السؤال هل هذه هي اي لي واحد على اكس ولا لا؟ النتيجه راح نقول له نعم تساوي اكس مربع في اي لي واحد على اكس. واش ندير؟ نروح نتحقق برك باللي اي لي واحد على اكس هي نفسها هذه الفكره. اذا اي لي واحد على اكس معناتها في بلاصه نرجع للداله هذه، في بلاصه نرجع للداله اي، في بلاصه تي نحط واحد على اكس. اذا راح تولي لي 3 في الان واحد زايد واحد على اكس ناقص، قلنا وش هي؟ قلنا في بلاصة تي نحط واحد على اكس، اذا ناقص واحد على اكس واحد زايد، اذا في بلاصة تي وش حطينا؟ حطينا واحد على اكس. صح. شوف مليح واش راح ندير؟ نقدر نحسب النتائج برك في المحاولات ونشوفهم هل نفسهم ولا لا. راح يخرجوا نفسهم، لانه شوف داخل الان واش كاين؟ كاين واحد زايد واحد على اكس، واحد تزيد له واحد على اكس. الواحد هذا كيفاش يتكتب؟ تكتب اكس على اكس وراح تزيد له واحد على اكس. اذا في المقام واش كاين؟ في البسط اولا كاين اكس زايد واحد، في المقام كاين اكس، اذا نفسها ما بداخل الان هذا هو نفسه ما بداخل الان اللي عندنا، اذا نفسها تماما. صح. هنا ايضا كيف هنا فقط احسب. شوف في البسط واش عندك؟ في البسط عندك واحد على اكس، في المقام عندك واحد زايد واحد على اكس. اذا هنا راح توحد المقامات لتحت، الواحد هذاك تكتبه اكس على اكس وتزيد له واحد الموجوده في البسط. الفوق واش كاين؟ كاين واحد على اكس. الان المقامات كي يكونوا كيف بعضهم ديما يختزلوا، اذا واش راح تبقى لك؟ تبقى لك واحد على اكس زايد واحد، يعني في هذه كامل تقدر تكتب ناقص واحد على اكس زايد واحد. اذا بالفعل هذا الشيء اللي عندي، هذا اللي كان عندنا هو فعلا اي لي واحد على اكس. هكذاك تعلمت فكره جديده، يعني كي يعطي لك المشتقه وما تقدرش توصل لها تقدر تحسب نتاعك انت وتروح تحسب تاعو هو، تلقاهم كيف اذا راك وصلت للنتيجه. اذا نشوف الان قالنا السؤال اللي بعده، قال لنا عين اتجاه تغير الداله اف ثم شكل جدول تغيراتها. اتجاه التغير راح نعرفه من خلال المشتقه اكس مربع موجبه واي لي واحد على اكس موجبه، لانه الداله اي هذه لما يكون ما بداخلها موجب تخرج الا القيم الموجبه. لهذا السبب قلت لك من الافضل كنا ندرسوا الاشاره ثم. اذا هكذا راح تستنتج باللي المشتقه موجبه. اذا واش نقول في الورقه اللي بعدها؟ راح نقول من اجل كل اكس ينتمي من صفر لواحد. اذا من اجل ماذا؟ كل اكس ينتمي للمجال من صفر الواحد راح تكون عندي اف فتحة لإكس ما بها أكبر تماما من الصفر، ومنه اف متزايدة تماما على المجال اللي رانا ندرسو عليه اللي هو من صفر لواحد. الدالة معرفة عن صفر عادي وقابلة للاشتقاق أيضا عنده. الآن قال لنا جدول تغيرات الدالة اف. إذا جدول تغيرات الدالة اف دالة بسيطة وهي رتيبة. إذا انتبه معنا، جدول تغيرات الدالة هذه من صفر لواحد معرفة عند صفر معرفة عند واحد. العدد المشتق عند صفر حسبناه لقيناه صفر، لأنه النهاية ذيك اللي خرجت هي العدد المشتق. صح. وهي موجبة من صفر لواحد. إذا الدالة واش راح نقول؟ الدالة راح نقول متزايدة على المجال هذا. صورة الصفر معطاة، قال لنا اف لصفر تساوي صفر. صورة واحد هي صورة عادية، تعوض في الدالة برك في عبارة الدالة بواحد وتشوف شو راح يخرج لك. صح. انتبه جيدا، هنا واحد أس 3 تبقى واحد، الان واحد زائد واحد معناتها الان 2 فقط، ناقص الان واحد صفر. إذا صورة واحد وش هي؟ هي الان 2، وقادرين نكتبوا ماذا؟ قادرين نكتبوا اف لواحد فقط. صح. الآن عرفنا دالتين، انتبه مليح مع الدالتين هذو. الدالة الأولى اش لإكس
واش تساوي؟ تساوي إكس أس 3 ln إكس. من أجل إكس ينتمي من صفر لواحد، و اش لصفر أيضا صفر، كيف بنفس الطريقة تاع الدالة اف. صح. وعرف لك جي لإكس واش تساوي؟ تساوي إكس أس 3 في ln إكس زائد واحد. السؤال الأول واش قال لنا؟ قال لنا تحقق باللي من أجل كل إكس ينتمي إلى ماذا؟ إلى المجال صفر واحد، اف لإكس تساوي جي لإكس ناقص اش لإكس. قبل هذا السؤال هناك عبارة مهمة جدا كتبها لنا، قال لك معلم متعامد ومتجانس حيث طويلة إي تساوي 4 سنتيمتر. هذه من بعد كي نحتاجوها راح نرجعوا لها. صح. إذا ليكن إكس ينتمي للمجال من صفر لواحد. تحقق فقط باللي راها اف لإكس تساوي جي لإكس ناقص اش لإكس. صح. من أجل إذا كان إكس ينتمي للمجال صفر مفتوح واحد. صح. لو كان تحسب جي لإكس ناقص اش لإكس واش راح تلقى؟ راح تلقى جي لإكس هي إكس أس 3 في ln إكس زايد واحد، وراح تنقص منها اش لإكس. اش لإكس وش هي؟ هي هذه. إذا إكس أس 3 ln إكس. الآن خرج فقط إكس أس 3 عامل مشترك، راح تلقى ln إكس زايد واحد ناقص ln إكس، وهذه بالفعل هي نفسها اف لإكس. راح نشوفوا هذا السؤال وش نحتاجهم بعد. هل كملنا الإجابة؟ لا، لأنه أنت راك ثبت إذا كان إكس لا يساوي الصفر. صح. هو قال لك أثبت لي على المجال هذا من صفر لواحد، يعني مازالت قيمة ما حكيتش عليها اللي هي صفر. واش نديرو؟ نحسبوا جي لصفر ناقص اش لصفر ونشوفوها. جي لصفر تعوض هنا بصفر، صفر في أي عدد صفر. صح. تنقص منها اش لصفر معطاة وتساوي صفر، صفر ناقص صفر نتيجة تساوي صفر. هل هي نفسها اف لصفر؟ نعم. إذا الدالة هذه جي ناقص اش واف راهم متساويين من أجل كل القيم من صفر لواحد. قال لنا عين الوضع النسبي بين المنحنيين سي اف وسي جي، وهذا أيضا راح نحتاجوه فيما بعد. الوضع النسبي بين ماذا؟ سي اف و سي جي. ديما الوضع النسبي كيفاش نقدر ندرسوه؟ من خلال دراسة إشارة الفرق. صح. انت راك تقول باللي جي لإكس ناقص اش لإكس واش تساوي؟ تساوي اف لإكس. مثلا أنا هنا راح ندرس إشارة الفرق. إذا ليكن إكس ينتمي من صفر لواحد، راح نحسب الفرق ماذا؟ اف لإكس وننقص منه جي لإكس على سبيل المثال. صح. اف لإكس كي تنقص منه جي لإكس تسمى في هذه العبارة وتنقل جي لإكس للطرف الآخر. واش راح تبقى؟ راح تبقى تساوي ناقص اش لإكس. والاش لإكس وش هي؟ هي هذه العبارة وراح تتضرب في الناقص. إذا ناقص إكس أس 3 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في ln إكس. إذا هذه هي اف لإكس كي نقص منها جي لإكس واش راح نلقى؟ راح نلقى النتيجة تساوي ناقص اش لإكس. الآن الهدف هو دراسة الإشارة. كيفاش ندرس الإشارة هذه؟ كيفاش ندرس الإشارة؟ بالنسبة لإكس بما أنه رانا من صفر لواحد راها موجبة. إذا انتبه مليح، شوف مليح. الإكس بما أنه من صفر لواحد إذا راه موجب هكذا. الالان اكس في الملخص تاع الدرس رانا ذكرنا قلنا الالان ديما تنعدم عند واحد، قبله سالبه بعده موجبه. الان هل احنا رانا قبله ولا بعده؟ رانا قبله، لانه المجال راه من صفر لواحد، وبالتالي الالان راها سالبه. تقدر دير جدول ولكن تقدر تلاحظ الاشاره سالب في الموجب في السالب، اذا النتيجه راها اكبر من الصفر. اذا هذه راها اكبر من الصفر. وين تنعدم لما يكون إكس. هل هذه العبارة نقدر ندرسها لما يكون إكس يساوي صفر؟ لا، هذه غير معرفة عن الصفر. يعني هنا في البداية أصلا كنا قادرين نقولوا هكذا: إذا كان إكس ينتمي المجال من صفر لواحد مفتوح، لأنه العبارات اللي احنا نخدموا بها ما نقدرش نعوضوا بإكس يساوي صفر. إذا هذه ما تقدرش تنعدم، لأنه لو كان تنعدم إكس يساوي صفر راح تولي لي الآن غير معرف. إذا وش نستنتج؟ الفرق هذا موجب. إذا الفرق هذا موجب معناه ما استنتج اف لإكس ناقص جي لإكس أكبر من الصفر، معناتها هذا يقع فوق جي. إذا وش راح نقول؟ راح نقول سي اف يقع فوق سي جي على المجال من صفر لواحد. إذا هذا من صفر لواحد.
بالنسبة للصفر ديما لازم تناقش الصفر لأنك تحكي على صفر مفتوح، صح؟ واش تروح دير؟ تقدر تروح تحسب اف لصفر وفي نفس الوقت تحسب جي لصفر. اف لصفر كي تعوض في الدالة اف عفوا راه عاطينا بلي اف لصفر تساوي صفر. كي تعوض في الدالة جي بصفر، صفر في أي عدد النتيجة شحال تساوي؟ صفر. إذا شوف صورة الصفر في الآف هي نفسها صورة الصفر بالدالة جي، وبالتالي تساويو عند الصفر. إذا المنحنيات واش يصرى لهم؟ سي جي يتقاطع مع سي اف في النقطة ذات الفاصلة صفر وترتيب صفر اللي هي مبدأ المعلم. إذا بما أنهم يتساووا عند من أجل إكس يساوي صفر، إذا راهم يتقاطعوا. إذا ديما راح يكون سي اف فوق سي جي على المجال من صفر لواحد، ما عدا النقطة صفر صفر راح يتقاطعوا فيها، صح؟ الآن السؤال اللي بعده انتبه مليح، قال لك ليكن تي، إذا عندنا مماس تي وعندنا مماس تي فتحة، مماسين للمنحنى سي اف وسي جي على الترتيب. يعني تي هو مماس المنحنى سي اف وتي فتحة هو مماس المنحنى سي جي عند النقطة ذات الفاصلة أسية ناقص 1/3. يعني إكس صفر شحال يساوي؟ يساوي أسية ناقص 1/3. واش قالك؟ أثبت أن تي وتي فتحة متوازيان. إذا لازم المماسين هذو نثبتوا بلي راهم متوازيين. مستقيمين باش تثبت بلي راهم متوازيين لازم يكون عندهم نفس معامل توجيه. ما هو معامل توجيه تاع المماس تي اللي هو مماس للمنحنى سي اف؟ ديما معامل توجيه المماس هو العدد المشتق. ما هو معامل توجيه المماس تي فتحة اللي هو مماس المنحنى سي جي؟ هو جي فتحة، صح؟ العدد المشتق عند أي عدد عند هذا العدد. إذا قال لنا بين باللي راهم المماسين أسيت ناقص 1/3 عفوا أسيت ناقص 1/3. إذا قال لك بين باللي راهم المماسين هذو متوازيين، معناتها عندهم نفس معامل توجيه. معامل توجيه وش هو؟ العدد المشتق، وبالتالي لازم تبين باللي العدد المشتق عند هذا العدد بالنسبة لآف وبالنسبة لجي راهم متساويين. إذا واش راح نقول؟ راح نقول تي و تي فتحة متوازيان لأن. إذا واش راح ندير؟ راح الفكرة الأولى اللي تجي في بالي أنه نعوض في المشتقة تاع الدالة اف بأسية ناقص 1/3 نشوفها شحال تساوي، ونعوض في مشتقة الدالة جي بأسية ناقص 1/3 ونشوفها شحال تساوي، راح نلقاهم متساويين. هذه الطريقة تقدر تصلح لك عادي كمبدأ صحيح، ولكن فيها حسابات كبيرة. باش تعوض في المشتقة بأسية ناقص 1/3 راح تخرج لك عدد فيها مترة. إذا لازم تغير الفكرة. وش هي الفكرة؟ حاول دائما فقط نخدمو بهذه العبارة. احنا واش عندنا اف لإكس واش تساوي؟ تساوي جي لإكس ناقص اش لإكس، صح؟ راح نخدمو بها. كيفاش نخدمو بها؟ انتبه جيدا. لو كان ندي مثلا انا اف لإكس للطرف الاخر ولا نجيب جي لإكس منها، كيف صح؟ ندي اف لإكس من هي راح تولي لي جي لإكس ناقص اف لإكس ناقص اش لإكس. هذه كي ترجع للطرف هذا راح تولي منا، صح؟ علاش درت هكذا؟ لانه احنا نربطها بالمشتقات. الان راح نشتق كل شيء. اذا راح تولي لي اش فتحه لإكس منا جي فتحه لإكس منا ناقص اف فتحه لإكس. إذا تقدر تخدم بالحساب العددي وتحقق بلي راهم متساويين، ولكن تقدر برك هنا تتحقق من هذه الفكرة. شوف واش راح ندير. راح نعوض فيهم بأسية ناقص 1/3. راح تكون لي اش فتحة لأسية ناقص 1/3 تساوي جي فتحة لأسية ناقص 1/3 ناقص اف فتحة لأسية ناقص 1/3. أنا هذه وهذه حاب نثبت بلي راهم متساويين. كي يكونوا متساويين واش معناتها؟ معناتها الفرق نتاعهم معدوم. إذا الفرق نتاعهم معدوم، وبالتالي لازم نثبت برك باللي هذه تساوي صفر. إذا نروح نحسب المشتقة تاع اش ونعوض فيها بأسية ناقص 1/3 ونلقاها تساوي صفر. إذا كيفاش راح نعبر على الفكرة هذه؟ إذا قلنا هنايا نقدر نستنتجوا باللي اش فتحة لإكس واش تساوي؟ تساوي جي فتحة لإكس ناقص اف فتحة لإكس. الآن واش راح ندير؟ راح نحسب اش فتحة لأسية ناقص 1/3 وشحال تساوي. نقدروا نحسبوا هنا اش فتحة لإكس في المحاولات. اش فتحة عبارة الدالة اش واش هي؟ إكس راه غير معدوم، إذا راح نخدم بهذه العبارة. هنا عندنا جداء دالتين، مشتقة الأولى إكس أس 3 وش هي الاشتقاق تاعها؟
3 إكس مربع مضروبة في ألان إكس، مشتقة الأولى في الثانية، زايد مشتقة الثانية اللي هي ألان إكس، الاشتقاق تاعها 1 على إكس تضرب في إكس أس 3. وش يصرى هنا؟ تروح إكس وحدة مع إكس وحدة، وبالتالي تبقى إكس مربع. إذا راح تولي لك 3 إكس مربع ألان إكس زايد 1 في إكس مربع، وبالتالي إكس مربع. إذا واش نقدر ندير هنا؟ نقدر نخرج فقط إكس مربع كعامل مشترك ونمد النتيجة بهذا الشكل. إذا إكس مربع في ماذا؟ وش راح يبقى لي داخل القوس؟ خرجنا إكس مربع عامل مشترك، راح تبقى لي 3 ألان إكس. إذا 3 ألان إكس زايد 1. صح، عوض فيها. إذا راح تولي لك أسية ناقص 1 على 3 الكل مربع مضروبة في، شوف مليح، عندك 3 في بلاصة الإكس هنا بوش راح تعوض؟ راح تعوض بأسية ناقص 1 على 3، راح تولي لك ألان أسية ناقص 1 على 3. وش يصرى؟ ألان وأسية يروحوا مع بعضهم، إذا تبقى لك ناقص 1 على 3 زائد 1. شوف مليح، 3 مع 3 يروحوا مع بعضهم، تبقى لك ناقص 1 زائد 1 نتيجة تساوي 0. 0 في أي عدد النتيجة تساوي 0. صح، وش نستنتج؟ بما أنه أش فتحة لأسية ناقص 1 على 3 تساوي 0، أش فتحة لأسية ناقص 1 على 3 لو كانت تعوض هنا بأسية ناقص 1 على 3 ما تعوض هنا، تعوض هنا. إذا راح تولي لك جي فتحة لأسية ناقص 1 على 3 ناقص أف فتحة لأسية ناقص 1 على 3 تساوي 0. إذا الفرق نتاعهم هذا معدوم، رجع أف فتحة لي منا، راك لقيت النتيجة المطلوبة منك. إذا لقيت باللي جي فتحة لأسية ناقص 1 على 3 تساوي أف فتحة لأسية ناقص 1 على 3. هذو العددين مشتقين متساويين، وبالتالي معاملا التوجيه متساويين، وبالتالي المماسين متوازيين. وانت من البداية راك كاتب له باللي المماسين متوازيين. الآن عندنا سؤال بسيط جدا اللي هو إنشاء الدالة اف. علاش إنشاء المنحنى سي اف؟ عفوا، علاش بسيط؟ لأنه الدالة رتيبة. كيفاش راح ترسم المنحنى في هذه الحالة؟ دالة رتيبة، تحط النقطة 0 0، تحط النقطة 1 ألان 2، وتهز مجموعة من النقاط المساعدة فقط، ما عندك حتى معلومة حول هذا المنحنى. لأنه لازم تديروا في بالكم باللي التمارين تاع الدوال كاين تمارين اللي يركز لنا اكثر شيء على البيان ويعقده لنا ومناقشه وكذا، وكاين تمارين الدوال الاخرى لا، تلقى ما كانش مناقشه، تلقى ما كانش المنحنى موش معقد كثيرا، ولكن الحسابات والافكار هي اللي فيها افكار مختلفه. اذا نروحوا للمنحنى ونروحوا للسؤال تاع التكامل اللي بعده. اذا الان مع التمثيل البياني للمنحنى سي اف، معلم متعامد متجانس، قال لنا طول الوحده على محور الفواصل هو 4 سنتيمتر، وبالتالي أيضا على محور التراتيب هو 4 سنتيمتر. هنا قلت لك الدالة رانا درسنا اتجاه تغير حاجز وتغيرات، ولقيناها رتيبة على المجال من 0 ل1. صورة 0 هي 0، صورة 1 هي ألان 2، وتكون رتيبة. في هذه الحالة اسمها نقاط مساعدة. برك النقطة الأولى 0 صورته 0، والواحد صورته 1 ألان 2، يعني هذه نقطة فاصلتها 1، ترتيبتها ألان 2 شحال؟ 0.69 بالتقريب 0.7. إذا نحط معنا النقطة هذه، في النهاية أنت راح توصل برك بين النقاط هذو. إذا 1 مع 0.7 هكذا، إذا هذه راها 0.75. إذا نقولوا بالتقريب النقطة هنا. مثلا تقدر تهز نقاط مساعدة، صورة 0.5 راح تلقاها 0.2. إذا 0.5 صورة 0.2، وتوصل بين النقاط هذه. وما راحش يطالبك بطبيعة الحال بمعلومات كثيرة، لأنك في النهاية أنت ما عندكش معلومات ما عدا هذه المعلومات. الرسم الأفضل يكون في الورق مليمتري، أنا هنا راني رسمته في ورقة الإجابة. الآن قال لك لتكن دالة اش كبيرة، إذا دالة اش كبيرة دالة أصلية للدالة اش صغيرة اللي كانت عندنا، صح. ثم عندنا ألفا عدد حقيقي من 0 ل1. لألفا هو التكامل من ألفا ل1 إكس أس 3 ألان إكس دي إكس، يعني هو التكامل تاع الدالة اش لإكس على المجال من ألفا ل1. قال لك عبر عن لألفا بدلالة اش كبيرة. شوف مليح، التكامل ديما باش نحسبوه نحسبو إذا كان عندنا الدالة الأصلية نديرو فرق الصورتين فقط بين 1 وألفا، صح. الدالة الأصلية لهذه الدالة هي اش كبيرة، لأنه هذه الدالة اللي راها مكتوبة لداخل هي اش صغيرة، إذا أصليتها اش كبيرة.
ركز معنا جيدا. إذا واش عندنا اش لصورة النهاية اش لواحد ناقص اش لألفا. وهو قال لك باللي الدالة اش كبيرة هي الدالة الأصلية للدالة اش والتي تنعدم عند واحد. يعني اش لواحد هذه شحال تخرج صفر، وبالتالي راح تخرج ناقص اش لألفا. إذا هذا التكامل بدلالة ألفا وشحال يساوي؟ راه يساوي اش لألفا. صح. الآن قال لك احسب ألفا باستعمال التكامل بالتجزئة. إذا ألفا راح نحسبوه باستعمال تكامل التجزئة اللي هو تكامل من ألفا لواحد تعدل ماذا؟ تعدل إكس أس 3 ln إكس دي إكس. ذكر معنا تكامل بالتجزئة شفناه في الموضوع الأول، قلنا نخيروا دالة ديما نبداو بدالة نسميوها إي ودالة نسميوها في فتح. الأولوية نبداو بالإي، الأولوية للألان، كاينة الألان إذا هي إي، واللي بقات وش هي في فتح. صح. بالنسبة للإي وش نحتاجو مشتقتها، مشتقة ألان إكس وش هو؟ 1 على إكس. مش الدالة هذه نحتاجو أصليتها إكس أس 3. كيفاش نجيبو أصليتها؟ نزيدو لها 1 في الأس تولي أس 4 ونقسموها على النتيجة. الآن القاعدة تاع التكامل التجزئة موجودة في الملخص. قلنا ديما فرق الصورتين للجداء إي في في، يعني هذه راح تتضرب في هذه، يعني راح تولي لنا 1 على 4 إكس أس 4 مضروبة في آلان إكس. إذا إي في في فرق الصورتين بين ألفا وواحد. رايحين نقصوا منها التكامل من ألفا لواحد، راح تضرب إي فتحة في في. كي تضرب إي فتحة في في يعني 1 على 4 في إكس أس 4 تضربها في 1 على إكس. وش يصير هنا؟ تختزل إكس هذه مع واحدة من هذه، يعني راح تبقى لك 1 على 4 في إكس أس 3. 1 على 4 عدد ثابت يقدر يخرج خارج تكامل، تبقى لك إكس أس 3 دي إكس. صح. الآن انتبه معايا جيدا. وش راح نديرو هنا؟ فرق الصورتين كي نعوض بواحد، ألان واحد صفر، صفر في أي عدد النتيجة صفر، ناقص كي تعوض بألفا راح تلقى 1 على 4 ألفا أس 4 ألان ماذا؟ ألان ألفا. صح. ناقص 1 على 4 التكامل باش نحسبوه. إذا كان نقدر نجيبو الدالة الأصلية نجيبوها ونديرو فرق الصورتين. الدالة الأصلية لإكس أس 3 راك حاسبها اللي هي 1 على 4 إكس أس 4 بين 1 وألفا. صح. إذا هذه راح تولي لك ناقص 1 على 4. إذا ناقص 1 على 4 مضروبة في ألفا أس 4 ألان ألفا. إذا شوف واش راح دير نتايا. 1 على 4 أيضا هذه تقدر تخرج، إذا تولي ناقص 1 على 4 في 1 على 4 إذا ناقص 1 على 16. واش راح دير الآن نتايا؟ راح تعوض بواحد ناقص تعوض بألفا. كي تعوض بواحد، 1 على 4 خرجت، 1 أس 4 وش هي 1. صح. كي تعوض بألفا إذا تبقى لك ألفا أس 4. إذا واش تساوي؟ انتبه معنا جيدا. إذا عندنا ناقص 1 على 4 في ألفا أس 4 ألان ألفا. وكا واش عندك ناقص 1 على 16 في ألفا أس 4. إذا زايد 1 على 16 في ألفا أس 4 ناقص مع ناقص راح تولي لنا زايد، ناقص 1 على 16. صح. السؤال اللي بعده قال لك استنتج اش لصفر. إذا كيفاش راح نستنتجو اش لصفر؟ إذا انتبه معايا الآن كيفاش راح نحسبو اش لصفر. هذه احنا لقينا باللي اش لألفا في الحالة العامة تساوي أو ناقص اش لألفا هي نفسها التكامل من ألفا لواحد إكس أس 3 ألان إكس دي إكس. صح. الآن اش لصفر كي قال لنا هو استنتج اش لصفر واش معناتها؟ معناتها كأنه قال لك هز قيمة ألفا تساوي صفر. شوف مليح، قيمة ألفا تساوي صفر ما تقدرش تهز قيمة ألفا تساوي صفر لأنه كاين الألان، وبالتالي تقدر تقترب جدا من الصفر. يعني ما تقدرش تهز ألفا بتحديد يساوي صفر، لأنك لو كان تعوض بالصفر راح يصير إشكال كبير. إذا واش دير؟ راح تقرب من الصفر، لأنه شوف أنت راك تحسب تكامل من ألفا لواحد. ألفا هذا يقدر يدي أي قيمة ما عدا الصفر. إحنا حابين نحسب درك كي تكون ألفا تساوي صفر، ما نعوضهاش بالصفر ولكن أقترب من الصفر. كي نقرب من الصفر واش معناتها؟ معناتها راني حسبت النهاية عند الصفر. إذا واش راح نقولوا؟ راح نقولوا ولدينا ناقص اش
لصفر. كي نعوض هنا بصفر في اش لألفا، معناتها في التكامل هذاك راح نعوض بالنهاية، راح نحسب نهاية هذا التكامل لما ألفا يؤول إلى صفر. وهذا التكامل اسمه ألفا لما ألفا يؤول إلى صفر. صح، يعني اش لصفر كيفاش نلقاه واش يساوي؟ نضرب طرفين في الناقص باش نتخلص من هذا الناقص، يعني راح تولي لي ناقص نهاية ألفا حيث ألفا يؤول إلى صفر. ألفا وش هو هذا التكامل. شوف الآن لما ألفا يؤول إلى صفر بقيم أكبر طبيعة الحال لأنه موجب، راك تقول من صفر لواحد. لما ألفا يؤول إلى صفر، ألفا أس 4 في ln ألفا وش هي نهاية شهيرة، وبالتالي تؤول إلى صفر كأنها إكس أس 4 ln إكس، حيث إكس يؤول إلى صفر، هذه تروح للصفر. ألفا يؤول إلى صفر، هذه تروح للصفر، راح تبقى لك ناقص 1 على 16 ومضروبة في الناقص هذيك، إذا راح تولي لنا 1 على 16. الآن درك احنا نعرفوا علاش قال لنا اش لصفر هذا، علاش قال لنا احسب اش لصفر. السؤال اللي بعده واش قال لك؟ قال لك عين مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين سي اف وسي جي. صح، سي اف وسي جي، عندنا زوج منحنيات حابين نحسبوا المساحة المحصورة بيناتهم، والمستقيمين للمعادلة تاعهم اكس يساوي صفر واكس يساوي واحد، يعني حاب نحسب هذه المساحة. صح، دير في بالك تعود حاب تحسب المساحة بين، كما قلنا في الموضوع الأول كنت حاب تحسب مساحة بين المنحنى ومحور الفواصل، هنا راح تدير تكامل دالة اف. كي تعود راح تحسب المساحة بين المنحنى ومستقيم مائل، هنا راح تدير تكامل دالة اف ناقص إيكغيك. لما تكون راح تحسب المساحة بين منحنيين ديما تطرح وخلاص، مثلا هذا المنحنى سي اف وهذا المنحنى سي جي، راح تطرح ماذا؟ الدالتين من بعضهم، تحسب تكامل. قال لك من صفر لواحد، إذن تكامل من صفر لواحد. صح، مع ملاحظة أنه الفرق هذا اللي لازم يتحط لداخل اللي هو اف ناقص جي أو جي ناقص اف لازم ديما يكون موجب. الآن كيفاش نعرفوا هل هو موجب أم أنه سالب؟ لازمتني نرجع للدراسة تاع الوضع النسبي. شوف مليح، كي درسنا احنا الفرق هذا اف لإكس ناقص جي لإكس واش خرج لنا ناقص اش لإكس ولقيناه موجب. إذا الآن احنا رانا حسبنا اف لناقص جي ولقينا هذا الفرق يساوي ناقص اش لإكس وهو موجب. إذا انتبه معي جيدا، إذا المساحة اللي راح يحكي لي عليها هي التكامل من صفر لواحد للفرق اف لإكس ناقص جي لإكس، هكذا تفاضل إكس، وبالتالي هذا الفرق موجب، إذا لا داعي لأن نضربوه في الناقص. صح، تكامل من صفر لواحد اف لإكس ناقص جي لإكس كي حسبناها واش لقيناها ناقص اش لإكس، يعني تساوي ناقص إكس أس 3 مضروبة في ln إكس دي إكس. لو كان تركز هذا بالتحديد، هذا التكامل وش هو؟ هذا التكامل هو التكامل اللي رانا حاسبينه من قبل، لأنه حنا حسبنا نهاية ألفا لما ألفا يؤول إلى صفر مضروب في الناقص. صح، خرج الناقص برا، راح تلقى تكامل من صفر لواحد إكس أس 3 ln إكس دي إكس، يعني هذا راه كما شرحنا من قبل تكامل من صفر لواحد، معناتها في الحقيقة راك فقط الألفا عوضته بصفر ومضروب في الناقص، يعني هذه بالتحديد اللي راك تحسب فيها هي نفسها تماما اش لصفر. واش لصفر شحال لقيناها تساوي؟ لقيناها تساوي 1 على 16. الآن هل كملنا؟ ركز جيدا، هذه مساحة وبالتالي لازم تتضرب في وحدة المساحة. شوف مليح، هو كي حكى لنا على الوحدة، قال لنا طول الوحدة إي هو 4 سنتيمتر، وبالتالي طول الوحدة جي أيضا هو 4 سنتيمتر. وحدة المساحة ليست سنتيمتر مربع، هي الجداء نتاعهم 4 في 4 16، إذا هذه لازم نضربها في 16 سنتيمتر مربع. شوف، لما تكون
وحدة المساحة على محور فواصل هي 1 سنتيمتر على محور تراتيب هي 1 سنتيمتر، معناتها هنا عندك الحق مباشرة تزيد سنتيمتر مربع فقط. ولكن لما تكون الوحدة ليست 1 سنتيمتر، مثلا 4 5، ديما دير الجداء نتاعهم تخرج لك وحدة المساحة. هنا 16 مع 16 تروح، إذا تبقى لنا 1 سنتيمتر مربع. يعني المساحة هذه اللي رانا نحكيو عليها وشحال تساوي؟ تساوي 1 سنتيمتر مربع. إذا هذا هو التمرين الرابع في هذا الموضوع. عموما كاين أفكار نعرفوها، أفكار جديدة تعلمناها، وهذا هو الهدف من الدورة. إذا الآن مع التنقيط بالنسبة لهذا التمرين، عندنا أولا اتجاه تغير الدالة جي، عليه ماذا؟ عليه نقطة. ديما قلنا الأسئلة الأولى خاصة تكون سهلة يكون عليها نقاط أكبر. من بعد عندنا أثبت أن الدالة اف قابلة للاشتقاق على اليمين، يعني قابلية الاشتقاق، عليها 0.5. حساب مشتقة الدالة اف عليها نقطة. زيد اتجاه تغير الدالة اف وجدول تغيرات عليه 0.5. تحقق من العبارة هذه عليه 0.5، تتحقق على كل المجال وعلى اف لصفر، صح. بعد التحقق هناك الوضع النسبي. الوضع النسبي عليه نقطة، طبيعة الحال تناقش الحالتين تاع صفر وإكس لا يساوي صفر. تي وتي فتحة متوازيان 0.5. الفكرة والتجسيد نتاعها، صح. بعد ذلك عندنا إنشاء سي عليه 0.5 لأنه منحنى، يعني فقط نقاط مساعدة. دركا حساب أ ألفا بدلالة ألفا، هذاك حساب أ ألفا بدلالة ألفا وشحال عليه؟ عليه 0. هذا أولا بدالة ألفا عليه 0.5. تكامل بالتجزئة 0.5. استنتاج اش لصفر شحال تساوي؟ 0.5. زيد واش عندك؟ بقات لنا فقط حساب المساحة مع الوحدة تاعها 0.5. إذا هذا هو التمرين الرابع في الموضوع الأول حول وحدة الدوال. أتمنى أنكم استفدتوا منه. ما تنساوش مازالت لنا مواضيع أخرى نزيد نستفادوا أكثر، ومازالت لنا أيضا الحصص البث المباشر نزيد نتعلموا أكثر وأكثر.